بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير حبايب قلبي، عزوتي وعيلتي التانية وبناتي واخواتي. عاملين ايه يا حبايب؟ هتعملي لنا ايه بقى خالة ام محمد؟ انت كل يوم تعملي لنا حاجات كده واحنا. بصوا حبايبي، انا هعمل لكم كرشه. الكرشه، عارفين الكرشه؟ هعملها لكم ازاي بقى؟ بصوا تعالى كده محمد معايا. انا جايباها نضفتها، بصوا شكلها عامل ازاي اهي، بيضه زي القطن اهي، زي القطن. بصي انت هتجيبيها لو عايزه تنضفيها في البيت، هتحطي ميه على النار تغلي بحبه كربوناته وتعمليها كده، هتلاقي الحته السودا اللي من فوق اتشالت. هتقطعيها بنفس النظام ده. بصي بقى تعالى معايا كده على البوتاجاز. بصلايه هتحطيها على النار هتتحمر زي ما قلت لك. لو انت مستعجله يا حبيبتي هتحطي ايه، شويه سكر صغيرين كده على البصله عشان البصله تتحمر بسرعه. وزي ما عودتكم بصي اهي، خليها كده تاخد وتدي كده مع نفسها بشكل ودي. وجنب منك حاجه زي دي حطي معلقتك عشان بوتاجازك ما يتبهدلش زيت. بصي حبيبتي، لما تيجي تطبخي تعالى محمد عليا، بصي اللي طالع من الطماطم ده بيبقى متقل الصلصه. وهعيد وازيد كل ما اجي اطبخ حاجه واجي اصفي طماطم هوريها لكم عشان انتوا حبايبي. انا ممكن اصفي وما اوريكوش، بس انا يعني عشان انتوا حبايبي بوريكم. بصوا طالع ايه من الطماطم اهي، بصي مصفياه اهو. بصي طالع تفل قد ايه. هحمر البصله عشان ما اطولش عليكم، واول ما تخش في الصفار هرجع لكم عشان اقول لكم هعمل معاها ايه البصله بعد ما تتحمر. بصوا حبايبي، انا ما بحمرش البصله، يعني ما بخليهاش تخش في الصفار، يا دوبك كده عشان ما تحميش على الصدر بالليل. بصي انا جايبه كرش على قدي انا وابو محمد عمكم السيد، عشان عندنا الاستاذ محمد ما بياكلش الحاجه دي، بيقرف منها. بص استغفر الله العظيم يا رب، يعني هي ما بتحبهوش. بص انا مقطعاها ازاي اهي. بصوا حبايبي، هتحطي فلفل اسمر عليها اهي. وفي ناس بتحبها بالحمص. لو انت، عشان انا بس ما جبتش حمص ونقعته من بالليل، نسيت والله، انا بقول الحقيقه. هتنقعي الحمص من بالليل. لو انت هتجيبي نص كيلو زي ده هتجيبي ب5 جنيه حمص يا ب3 جنيه حمص. هتنقيه وتنقعيه من بالليل لحد الصبح، وتحمري البصلايه زي انا ما انا عامله كده، وتشوحي الكرشه كده، وتحطي الطماطم وتحطي الحمص عشان يستوى مع بعض اهو. واول ما تلاقيها طشطشت هتروحي حاطه اهي الطماطم بتاعتك اهي. دي الاسكندراني، دي الكرشه الاسكندراني. انا بقى بتاعت القاهره، ناسي وحبايبي معرفش بيعملوها ازاي اهي. هتحطي واحده مرقه زي دي كده. النور قطع. هتحطي واحد، النور قطع عندنا اهو وبنصور برضه اهو. النور قطع اهي. بصي حبايبي، بصي بقى لما تيجي تعملي تسلقي لحمه ولا تسلقي فراخ، انتوا حبايبي بقول لكم حط بعد النار، بعد الحله ما تغلي خالص تعملي ايه، تحطي على نار هاديه كده عشان اللحمه بتاعتك والفراخ بتاعتك تتسلق كده على نار هاديه تستوى بسرعه. ماشي حبايبي اهي. اهي تعملي ايه، هتحطي برضو حبه سكر صغيرين اهو عشان الحموضه، عشان لو كلتي منها بالليل بألف هنا وشفا يا حبيبتي ما تسهطش على قلبك، بتشيل الحموضه. معلقه السكر دي بتشيل الحموضه. بصي هتغلي غلوتين وتتسبك وارجع لكم تاني حبايبي. يكون النور جاي يا حبايب قلب، ونوركم كفايه عليا يا حبايبي. ده حبايبي بصوا بعد ما استوت اهي، بصوا سبكتها وحطيت لها ميه مغليه. اوعي تحطي لها ميه من الحنفيه عشان هتضمر منك. كل ما تحطي لها ميه ساقعه تضمر منك. يعني ايه هتضمر؟ يعني مش هتبقى زي الكاوتش كده، مش هتستوي. حطي لها ميه مغليه. ودي معلقه توم عشان هي اسمها كمونيه، كمونيه الاسكندراني. بصوا وحبه كمون اهو، متحطيش كتير عشان ما تمررش منك. دي الكمونيه يا حبايب قلبي اهي، غلوه ولا غلوتين وشمي ريحتها وادعي لخالتك ام محمد اهي.
وما تكون عندك حلل زي دي بكررها تاني، معلقه خشب عشان الحلل دي حساسه بتتجرح بسرعه حبيبتي. اهو اول ما تلاقي ريحتها طلعت تغرفيها. بس كده. بص هنغرفه غدانا بقى اهي. وكلي احسن كرشه وحبه رز اهو، رزايه ورزايه. بصوا يا حبايبي اهي. انا ما حطيتش سمنه كتير، انا حطيت سمنه حبه صغيره، يمكن انتوا لاحظتوا في البصله، بس هي بكت قدامها اهي. احلى كرشه اهي، كرشه اسكندراني حبايبي اهي. والف هنا وشفا. بشكر اي حد دخل لي وقال لي كلمه حلوه، ربنا يكبر بخاطركم ويخليكم ليا خارج مصر وجوه مصر. واللي عايز يعملها كده، وبتتعمل ني في ني برضو، بس هي كده عشان احنا في الشتاء اعمليها ببصلايه محمره كده نص صفرة، وطش عليها الكرشه واعمليها زي انا ما عملتها. حبايب قلبي ربنا ما يحرمني منكم، ما تنسونوش في اللايك والشير وتفعلوا لي الجرس وتخشوا في الاشتراك، عشان ما بعرفش اقول الكلمه التانية دي اللي اسمها سبسترايت دي اللي بيقولوا عليها. حبايب قلبي بره مصر وجوه مصر بشكركم، وبشكر المتابعين اللي هم بيخشوا لي يقولوا لي كلمه حلوه، واللي مش عارفاني تكتب الست ام محمد وتفعلي لي الجرس. حبايب قلبي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.